نهار 11 ابريل 2026 والعالم كله كان حاط يديه على قلبه مشدود مع الاخبار اللي جايه من المنطقه. كانت كاينه قصه اخرى كتدبر في مدينه ظهران بالسعوديه، بعيده على العينين ديال الكاميرات، وحتى واحد ما كان قادر يجزم ويقول بالضبط اش وقع تما على الارض في قاعده الملك عبد العزيز الجويه. واللي مثير اكثر هو انه قبلها بيومين بالضبط، نهار 9 ابريل، الناس اللي كيتبعوا الحركه ديال الطيران في العالم لمحوا واحد الحركه ماشي طبيعيه. طيارات تابعه لسلاح الجو الباكستاني بانت على الرادارات ديال التتبع، وخط السير ديالها كان غادي للجهه ديال الظهران، مدينه شرق السعوديه. من بعد ساعات قليله بدات كتطلع تقارير وكلام كثير على نقل منظومات دفاع جوي وطيارات شحن وقوات مقاتله. الغريب هو ان هاد الدوشه كلها كانت كتحصل في نفس الوقت اللي اسلام اباد كتستضيف فيه واحد من اهم واخطر المفاوضات الدبلوماسيه اللي شافتها المنطقه ويمكن العالم كله من سنين طويله. وفي الحقيقه هذه الحكايه ما بداتش في ابريل، البدايه ديالها كانت نهار 17 شتنبر 2025، ملي شهباز شريف وابن سلمان وقعوا في قصر اليمامه بالرياض على اتفاقيه الدفاع المشترك الاستراتيجي، واللي كان فيها بند واحد كافي يقلب الموازين ديال المنطقه كلها. اي اعتداء على طرف فيهم كتعتبر اعتداء على الاخر. بزاف ديال المحللين ديك الساعه استبعدوا الموضوع وقالوا ان هادشي مجرد حبر على ورق وكلام دبلوماسي صعيب يتنفذ على ارض الواقع. لكن اللي وقع في ابريل 2026 الا كانت هاد التقارير صحيحه فغادي يكون هو اول اختبار حقيقي لكل حرف تكتب في هذيك الاتفاقيه. باكستان الدوله الناميه اللي هز الهم ديال الاقتصاد عيان ومحاصره بضغوط اقليميه من كل جهه، وعاد عندها مشاكل مع الهند. لقات راسها فجاه في قلب واحد الحسبه معقده بزاف. من جهه مطلوب منها تحمي اجواء السعوديه من اي ضربات ايرانيه، ومن جهه اخرى كتحاول تجلس مع الخصوم وتجمعهم على طاوله واحده في العاصمه ديالها. ومن هنا كنبداو الاسئله ديالنا. كيف ما كنعرفوا ان باكستان عندها قوات وجنود في السعوديه من شحال هذه، وشنو هو اللي تبدل في ابريل 2026 وخلى هذا التواجد ياخذ شكل ووزن اخر تماما؟ ومادام كنهضروا على نقله نوعيه في شكل التواجد العسكري، شنو هي المنظومات اللي كتقال انها نزلات وانتشرت فعلا على ارض السعوديه؟ وهاد التقارير اصلا شحال نقدروا نتيقوها؟ والغريب في هذه القصه هو ان السعوديه اصلا مسلحه بصواريخ باتريوت امريكيه من بشحال هادي. علاش غتحتاج منظومات باكستانيه في هذا التوقيت بالذات وفي عز هذه المعمعه كلها؟ كيفاش باكستان غادي تقدر تدافع على السعوديه من اي ضربات ايرانيه وفي نفس الوقت كتستضيف الوفد الايراني وكتحميه وكدير ليه مفاوضات على ارضها؟ والسؤال الاهم اللي مطير النعاس من عينين صناع القرار في المنطقه كلها دابا هو الا كانت هذه الاحداث والتفاصيل صحيحه، واش حنا دابا قدام شرق اوسط بنظام امني جديد كليا، ولا هذا مجرد رد فعل مؤقت لازمه وغادي تدوز؟ يلا نبداو هذا المشهد، وكالعاده مصادر الحلقه غتلقاوها في الوصف اللي بغى تفاصيل اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. البدايه كانت نهار 17 شتنبر 2025 وفي قصر اليمامه بالرياض. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والامير محمد بن سلمان وقعوا على اتفاقيه الدفاع المشترك الاستراتيجي بين دوله باكستان والمملكه العربيه السعوديه. هذه الاتفاقيه ما جاتش من فراغ، جات من بعد اقل من 10 ايام بالضبط لنفذ الاحتلال على مواقع دبلوماسيه ومدنيه في الدوحه نهار 9 شتنبر 2025. هاد الضربه خلات دول الخليج كلها توقف وتسول راسها السؤال الصعيب بزاف: واش الضمانات الامنيه الامريكيه باقا عندها قيمه ولا ما بقاتش كتسوى حتى الثمن ديال داك الحبر اللي كتكتب به؟ البند الاساسي والجوهري في الاتفاقيه كان واضح وصريح: اي اعتداء على طرف فيهم كتعتبر اعتداء على الاخر، بلغه وصياغه قريبه بزاف من الماده الخامسه من ميثاق حلف الناتو او شمال الاطلسي. لكن بزاف ديال المحللين وعلى راسهم مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدوليه نبهوا في البدايه ان هذه اللغه القويه ماشي شرط يكون معها تدخل عسكري في اي سيناريو، وان التنفيذ الفعلي على الارض غادي يبقى مرهون بقرار سياسي كيتاخذ في اللحظه الحاسمه. من ناحيه اخرى باكستان دخلت هذه الاتفاقيه بحسابات اخرى تماما. القياده العسكريه تما بقياده الفريق اول عاصم منير كانت كتشوف ان هذه فرصه ذهبيه باش تثبت باكستان انها قوه اقليميه ثقيله ومؤثره، وفي نفس الوقت تامن شريان اقتصادي نقدها في وقت كانت اسلام اباد كتعاني من ازمه ماليه صعيبه بزاف. وهذا الشيء بالضبط هو السياق اللي غادي يخلينا نفهموا اش واقع دابا بشكل اعمق. هذا الشيء كله كان مجرد شراره، لكن باش نفهموا علاش باكستان بالذات كانت هي الخيار الاول للمملكه العربيه السعوديه وقت الجد، خصنا نرجعوا بالزمن خطوات كثيره للوراء. لان التواجد العسكري الباكستاني في المملكه العربيه السعوديه ماشي وليد اللحظه،
ولا حتى وليد اتفاقيه شوتنبير 2025. القصه كتبدا بالستينات، ملي البلدين حطوا اساس قوي لعلاقات امنيه متينه، واللي تحولت سنه 1982 لبروتوكول دفاعي رسمي كيضمن ارسال دوري لرجال من الجيش الباكستاني للمملكه. ومن ديك الساعه والجنود الباكستانيين موجودين على الارض في السعوديه، ولكن بادوار محدده وسقف ما كيتخطاوش، تدريب، استشارات، وامن داخلي. هذا التواجد بقى ثابت على مدار عقود في حدود 1500 الى 2000 جندي في الايام العاديه، ومرات كان كيوصل حتى 3000 جندي وقت التوترات الاقليميه العاليه. وهذه الارقام ماشي ضرب من الخيال، هذه الارقام اكدتها وكالات ومراكز ثقيله بحال رويترز ومركز بيلفر والجزيره من مصادر مستقله. وفي خلال هذه السنين كلها الضباط والمدربين الباكستانيين دربوا من 10 حتى 11 ألف عسكري جندي تقريبا. يعني التأثير الفعلي والعميق لباكستان على التركيبة ديال الجيش السعودي أكبر بزاف من مجرد لغة الأرقام. وفي وقت الأزمات الكبيرة باكستان كانت دائما حاضرة وكتساند. وفي سنة 1979 وقت الحديث الشهير ديال اقتحام الحرم المكي، قوات خاصة باكستانية شاركت بشكل مباشر وعملياتي في إنهاء الأزمة. وفي سنة 1990 ملي صدام حسين دخل الكويت، تشكل التحالف الدولي باش يحمي حدود السعوديه. باكستان صيفطت فرقه كامله من الجيش ديالها تشارك في هذا التحالف. وهنا كيتطرح سؤال منطقي بزاف، مادام باكستان موجوده من بكري وتاريخها عامر بالدعم، شنو اللي منعها تلعب دور اكبر من هذا الشيء؟ الاجابه ببساطه هي خط احمر اسلام اباد رسمته راسها بكامل ارادتها. باكستان طول عمرها كترفض بشكل قاطع انها تدخل في اي دور قتالي مباشر في الصراعات الطائفيه او حروب الوكاله في المنطقه. واكبر دليل على هذا الشيء ملي البرلمان الباكستاني صوت باغلبيه كاسحه ضد ارسال قوات بريه باش تشارك في الحرب في اليمن. وهذا الشيء وقع واخا كانت ضغوط دبلوماسيه وماليه رهيبه تعرضت لها اسلام اباد ديك الساعه. التواجد الباكستاني كان ديما في الخطوط الخلفيه، طبع ديالو دفاعي او تدريب محكوم بسقف سياسي صارم. حتى التحركات الجويه الاخيره كانت غاديه على نفس الخط. في يناير 2026 القوات الجويه الباكستانيه صيفطت طيارات F-16 باش تشارك في مناورات جويه دوليه سمتها رمح النصر. وهذه المناورات دارت في قاعده الملك عبد العزيز الجويه في الظهران. هذه المهمه كانت للتدريب وصافي. وهذا الشيء كيعني ان تواجد باكستان في الظهران بالذات ماشي شي حاجه جديده او مستحدثه من الصفر، ولكن عندهم سوابق وعلاقات قديمه وقويه بهذا المكان. السؤال الحقيقي الان والاهم اللي كيفرض علينا هذا التاريخ كله، واش الخط الاحمر اللي باكستان رسمته لراسها يقدر يصمد في ابريل 2026؟ واش هذا التاريخ الطويل كيسهل نقله لمرحله اخرى تماما، ولا بالعكس كيخلي اي كسر لهذه القواعد حدث استثنائي بكل المقاييس؟ في نهار 10 ابريل 2026 بالتزامن مع التحركات الجويه في الظهران، السفينه الحربيه الباكستانيه BNS دارت عمليه انقاذ في شمال بحر العرب، وطلعت 18 فرد من الطاقم ديال السفينه التجاريه اللي كانت معطله تما على بعد 200 ميل بحري من الساحل. وملي كنشوفوا القدام شويه غنلقاو باكستان خدامه على مشروع سميتو سي سلطان باش تحول طائرات تجاريه لطيارات مراقبه بحريه متطوره كتصيد الغواصات. وهذا الشيء كيأكد النيه ديالها انها باغا تفرض السيطره ديالها على ممرات المحيط الهندي وبحر العرب.